انه زي ما سابني يتساب وزي ما خاني يتخان. هو عايش حياته ومقضيها وانا اللي تعبانه، هو وجعني وانا بلص معالج، اتقالت لي بالحرف في جلسه. هو مسافر ومبسوط وانا النهارده قاعده معاكي في جلسه عشان يمكن اعرف ارجع كويسه. السؤال ده بيجي في بالنا كتير، انه ليه اللي ظلمنا حياته ماشيه وكويس وانا لسه في مكاني؟ طيب بالراحه كده، مين قالك ان حياته ماشيه كويس؟ عشان يعني من بره تبان ان هي كده؟ طيب فرضنا يا ستي ان هو حياته ماشيه كويس، انا فاهمه كويس انك لو شفتيه زعلان او حياته ملخبطه ده هيشفي الغضب اللي جواكي ناحيته، وعندك حق، انت هترتاحي بس شويه، بس صدقيني هيرجع وجعك زي ما كان. ربنا العدل هيرد الحقوق بشكل تاني. المشكله فين؟ المشكله انك بتبقي مقفله عينك على طريقه واحده، عايزه ربنا يجيب لك حقك بيها، انه زي ما سابني يتساب وزي ما خاني يتخان. والحقيقه ان الدنيا مش بتمشي كده، بنبقى متخيلين ان ده اصح حاجه وناسيين حكمه ربنا في توقيته وطريقته. لو عايشه حاجه شبه كده روحي لحد متخصص يساعدك تخطي اول خطوه، لانك فعلا لسه واقفه مكان ما سابك. عايزه اقول لك ان في حياه مستنياكي ما تقضيهاش وانتي باصه وراكي.